في هذا الفيديو اخوتي غادي نشوفوا الاثمنه ديال التمور الجزائريه في المغرب شحال دايره. بصراحه التمور الجزائريه اغلب المغاربه كيحبوها بصراحه، وانا واحد منهم. التمور الجزائريه زوينه واعره، غادي نشوفوا الاثمنه ديالها. هي راه مقارنه بالاثمنه ديالها خويا راه بزاف نضاع، واعره ناضيه. شوف تصنتوا نشوفوا الاثمنه شحال دايره. تمور جزائرية يعني هي معروفة بالجودة ديالها. الجودة ديالها كاينه هاد السلعه هادي الله يبارك. كتجيب 8 كيلو 9 كيلو بحال المجهول ديال المغرب. هذا شحال داير الثمن هذه؟ هادي دايره 40 درهم حتى هي 40 درهم. الله يبارك. احنا مازال الاخوان في بني درار، المنطقة ديال التمور، السوبر ديال التمور صراحة. 2 كيلو 75 درهم 70 درهم والله. وجملة. خويا راه كاين تمور يعني على الجهد، كاين الليبية، الإماراتية، المغربية، الجزائرية. الله يبارك. اختر موجوده. كاين تونسيه اللهم بارك، صراحه راه كاين موجود. انا احنا كنتواجدوا ببني تنسى قناه الاخ تلقاوها في الوصف ان شاء الله. درار اقليم وجده. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال التمور ومجموعه ديال المبيعات اخرى، خصوصا احنا مقبلين على الشهر المبارك، الشهر الكريم، شهر رمضان. ان شاء الله الله يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا ربي. اخوتي صلواتكم صلى على النبي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال التمور، خصوصا هذه المنطقه ديال بني درار معروفه بالتمور. راه معنا الصديق سي محمد بائع التمور هنايا في بني درار. سي محمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، مرحبا بالجميع. راه يرحب بكم سي محمد. خصو شي حاجه معروف الثمن زين. راه في الشوكه هنا، هاي البلاصه فين كاين كيكون غادي مع الشارع، هو الشارع ديال بني درار، الشارع الرئيسي. كاين مسجد، كاين مسجد صغير وفاصل كاين هنا السوق. كاين مجموعه ديال المبيعات اخرى، وبدايه غادي نبديوها بالتمور ان شاء الله. كاين الاثمنه ديال التمور الاتمات المناسب كاين جوده غنعمل عندي فاتني كنرى كاين شويه اثمنه جوده ما كانش الجوده. ياك. بسم الله نشوفوا الجوده ديال هذا العام هذا. الانواع ديال التمور اللي عندك شكون كاع في التمور؟ جميع التمور الجزائريه موجوده. كاين هذه برون جميع انواع التمور الجزائريه. هذيك الله 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 اخويا شوف سميتها برونش، هذه كتجي شهاده. بحال العرجون. البرونج. واه البرونج شحال دايره هذه البرونج؟ هذه دايره 45 درهم. هذه دايره 45 درهم كيلو. لكن تبارك الله السلعه الله يبارك. واعره. هذه هي رصه كما نقولوا حنايا رصه الرسق ديال التمر. وهذه اللي تحتها كسميتها بحالها. بحالها. شوفوها كي 45 درهم. هذه الاثمنه ديال التقساط ياك. التقسيط ب 45 درهم، وتقدروا تبيعوا الجمله. يعني كاين الثمن ديال الجمله عندنا اللي بغا تكون كبيره. لا شحال ما خصك طون جوج طون اللي خصك كلشي موجود. التمور كاينه. بعدا واحد السيد راه كان وصاني هذه واحد الشهر ولا، كان سولني على الاثمنه ديال التمور هنا في بني درار. هو ولد فاس، ومع الاسف مشات لي النمره ديالو. المهم الا كنت في هذا الفيديو هذا تواصل معايا، انا ماشي عاقل النمره مشات لي النمره ديالو. نشوفوا هذه هي الانواع ديال التمور اللي كاينه. هذا العام ان شاء الله كاين خير كثار من هذا ان شاء الله. يبارك. واخا محمد قول لي الاسماء ديال التمور تقريبا نوع واحد ماشي. هذيك سميتها هذه ديال 35 درهم. الدقله دايره 35 درهم. 35 درهم. هذه 35 درهم هي 3 دولار ونص. هي الدقله. 40 درهم. ها 40 درهم. 40 درهم هي 4. هذه هي اللي شفناها لداخل ياك. اخويا راه نضايق والله. الا كتشوفها كتشهى يا صاحبي، كتشوفها كتشهى. خوتي نسيت ما فكرتكمش، اللي جديد معنا ما تنساوش تشتركوا في القناه. مرحبا بكم كاملين، واللي ما دارش لايك يدير لايك، وشكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم المتواصل. على بركه الله نكملوا الفيديو. درتي ابوني ياك لا مازال؟ يلا ديرها. شكرا بزاف. هذه حلوه. هذه 40 درهم. 40 درهم. 40 درهم كيلو. تبارك الله. تمور هذه كاع تمور جزائريه ياك. كاع جزائري. شنو كاين الانواع؟ كاين ديال التونسيه، العراقيه، كاين العراقيه، كاين المصريه، كاين الامارات، كاين بزاف. يعني كاين كلشي. ولكن شكون اللي كتخرج بزاف هي الجزائريه، شكون اللي معروفه ومطلوبه بزاف هي الجزائريه. شوف بلا ما نكذبوا على راسنا، بلا ما نبقى نكذبوا على راسنا، التمور الجزائريه مطلوبه في المغرب والمغاربه كيبغيوها. خلونا من دوك اصحاب الفتنه بكل روح رياضيه. التمور الجزائريه واعره ناضيه ورخيصه. هذا هو اهم حاجه، هي انها رخيصه وزوينه. واش فهمت؟ حتى في المغرب فيه تمور واعر، كاين التمر ديال المغرب واعر، ولكن الغلا وصافي ماشي قضيتها. ولكن التمور الجزائريه رخيصه وواعره مذاقها يا صاحبي. كاينين عندك كلشي موجود. وهذه ديال 2 كيلو شحال دايره؟ تلقى التونسيه تلقى هي 75 درهم. هذه دايره 75 درهم. بسم الله. شوف اخرى هذه باش نبيعوهاش.
تبارك الله 70 درهم فيها 3 كيلو. 70 درهم يعني 2 كيلو فيها. كاين هذه 75 درهم هي 7 دولار ونص. المهم كنعرف اللي ما عرفش العمله ديال المغرب راه يفهم. هذه كامله تمور جزائريه ياك. كامل. هذه بشحال دايره؟ فهدرك هو علاش حط التمور الجزائريه في الواجهه؟ علاش حط التمور الجزائريه في التمور الجزائريه في الواجهه؟ راه باين. 40 درهم. انا راه مشيت للسوق وداكشي علاش كنقول لك رانا عارف انا السوق ديال التمر. شوف راني شايف مشيت للسوق الناس اللي كيبيعوا السوق ديال الجمله وكنشوف شكون اللي كيخرج بزاف. هادشي كامل عارفينه. هذه 40 درهم. ماشي غير هكاك قلت لك انا ان التمور الجزائريه راه عليها الطلب بزاف. الحمد لله اللهم بارك واعره وزوينه وبنينه يا خويا. البنه ذوق البنه والمعنى. تمر ديال الجزائر المنطقه ديال معروف التمر منذ زمان راه سنين وبنيده معروفة. بحال الكليه اللي كيجيو عندك من المدن. اش من المدن اللي كيجيو عندك هنا؟ جميع المدن المختلفة في المغرب فين المدن قلنا الاسماء ديال المدن اللي كيجيو عندك. اغلبية ما تقدرش تعرف كل شيء، راك عارف كل يجي يشري. هي اللي كدوي كونتي ديال الكليه اللي معروفه عندك يجيو عندك هي دايما. ديال فاس، مكناس، الدار البيضاء. فاس مكناس كازا يعني كاع حدا كلشي كيجيو كاع يديو كلشي التمر من كايدير. هنا. يعني كما نقولوا بني درار هي راس السوق. هي المركز ديال التمر. توما في هذه اللحظه مشى لواحد السوق اخر على ما اظن. مشى لواحد السيد اخر. سمع شنو غايقول له. سمع. هذيك ديال العرجون. ديال العرجون. ديال العرجون. السبلة هذه شحال دايره هذه؟ دايرة 43 درهم. 43 درهم. زوده. كاين هذه العادية بحال هذه بشحال دايره؟ 40 درهم. هذه هذه ديك 43 دير 40 ولا 37 درهم. 37 درهم. 37 درهم هي 3 دولار فاصلة 7 تقريبا. المهم فايتها 3 دولار ونص. دابا كتجيب 8 كيلو 9 كيلو. 8 كيلو 35 درهم. 35 درهم من المسجد. عادية. ديك شي حاجة زينة ما حنا هذه ما نعرف. نشوفوها. اللهم بارك. الا بغيت حاجه زوينه. لا بسم الله. كاين هاد الصنديقة ديال 8 كيلو 9 كيلو. هذا الطوب تاع هذه شحال اللهم بارك. هذيك غيخرجوها برا باش الشبان. الكليان. بسم الله. هذه شحال هذه؟ هذه دايرة 40 درهم. طوب تاع الثمن. 40 درهم. هاد التمر هذه كامله ديال كتجي مقشرة على طويل. اللهم بارك. قال له كتجي مع الشرا على يد الطبيب يعني دايز على الطبيب يعني ماشي فيهاش تخرشيش. هنا بغيت نوقف واحد الوقفه ونقول ما رايك يا اخي اللي كيقول لك التمر ديال اللي هو تسليم ديال الجزائر. اي يعني كلشي مريق لحقاش كيكون شي اشاعات ديال بلا ما كذا وكذا كاع. الشاعر قال لك اللي ما وصلش للعنب يقول حامضة. هذا هو اللي ما وصلش للعنبه او العنب يقول لك حامض حيت ما وصلوش. كاينه هاد السلعة هادي الله يبارك. كتجيب 8 كيلو 9 كيلو بحال المجهول ديال المغرب. شحال داير الثمن هذه؟ هادي دايرة 40 درهم حتى هي. 40 درهم. الله يبارك. اما هادي عاوتاني ديال العرش. كذا. الله يبارك. هذه بنين يا خويا. هادي دايرة 43. والله الا شهانه. واش ملا؟ ولا 43 42. 43 42. الله يبارك. عاوتاني هادي البريمير عاوتاني. بالحال. هذه بشحال دايره؟ حتى هي دايرة 45. جملة دايرة 43. 43 درهم جمله. هو الله يبارك. كاين ديال 2 كيلو عاوتاني. كاين هذه الله يبارك. 2 كيلو هادي 2 كيلو تاع الجزائر. هاي باش نوري الناس باش تبان. شحال الثمن ديالها هذه؟ انت كتشوفها مركز غير على ديال التمر ديال الجزائر. هذا مركز على التمر ديال الجزائر سيكم يعني ما فيهاش نقاش ولا كذا ولا هذه. كلشي باين. 40 درهم 2 كيلو. 2 كيلو 75 درهم. 70 درهم. وجمله؟ فيها الكونتيتي كاين جملة تبقى 72 درهم. 22 كيلو. 2 كيلو. هذيك السكري. هذه السكري. هذه ديال من هذه؟ هذه ديال الامارات هذه. شحال هذه ديال ليبيا؟ هذيك ديال ليبيا ها هي كي دايره. ها كي داير لومبالاج ديالها. خويا راه كاين تمر يعني على الجهد. كاين تبارك الله الخير تبارك الله. كاين ليبيا الاماراتيه المغربيه الجزائريه. الله يبارك. الخير موجود. هذا راه تقول اشعه باش يهرسوا لك الضد تاع التمر هذا. كتلقوا اشاعات الاشعه قال لك الاخ كتلقوا اشاعات وهضره خاويه باش يضيعوا الصوره ديال واحد التمر اللي اللهم بارك واعر. شفناه كنشوفهم بزاف والله كنشوفهم مع الاسف. راه قالها الاخ قال لك اللي ما وصلش للشجره ديال العنب كيقول لك حامض. الحمد لله الخير موجود. خلي لنا التليفون ديالك اللي بغيتي صايب. محتاج على كونتيتي. مرحبا كاين 690 14 42 82. ومرحبا كونتيتي اللي بغيتو الحاجه اللي بغيتو التوصيل كاين في المغرب كامل. صافي فيها. مرحبا. ليس الجوده طلقه احسن ما كاين. فيها خير. مرحبا. تحياتي. ها هو الاخوان حنا مازالين في بني درار
ديالنا راه يا كاين يا اخي احنا مثلا كون في اداره المنطقه ديال التمر معروفه بالتمر. اللي ما عجبهاش قولوا بلا. الله يبارك. خلينا نتغلط. العزيز بحال هذه فين وصل الثمن ديالها؟ هذه فين وصل الثمن ديالها؟ 46 درهم. ياك تصدق. الله يبارك. راه موجود في الستور. بارك الله. الناس بحال هكا. لا زلنا في بني درار ولا زلنا وسط التمر، منطقه معروفه بالتمر. الله يبارك. شوفوا شي الاثمنه التمر ماشي لقات تبارك الله، يعني بلاصه التمر. العموم ما عطيناش فيه الاثمنه لا اخويا والانواع ديال التمر اللي كاينه. كاين زوج ماركات كيجيو من الاخر، تجي الطولقه ويجي العرجون. العرجون والاخرى كسميتها طولقه طولقه. دقله دقله هكذا بحال دقلة هذه. داير 40 درهم، العرجون داير 50 درهم. الدقله هي هذه تمر جزائريه، يعني تمر جزائريه ومعروفه بالجوده ديالها. الجوده ديالها ودوك احنا اللهم بارك انت. فين ما مشيت ما كاينش واحد كيبيع التمر. شوف واحد الكلمه نقولها لك، ما كاينش واحد كيبيع التمر ما تلقاش عنده التمر الجزائري. في المصدر ديال التمر في بني درار اقليم وجده، الله يبارك، منطقه حدوديه. التمر كتجي مستورده. كاين هذه ديال العرجون، قلتي شحال دايره العزيز؟ 50 درهم 50 درهم. وهذه دايره 40 درهم. 40 درهم. واللي بغى الكونتيتي بزاف كاين، اللي خصو هكذا حاجه لا بزاف غير بنبيعو، انا ما نبيعش بالجمله فيها. ولا الجمله ولا نجيب الجمله، انا نشري غير الخوت. فيها خير. اسيدي الله يسر لك الامور. اللهم امين. تحياتي. بارك الله الله. يحفظك. كما قلت لكم الاخوان، منطقه ديال التمر 100% هكذا. المهم شوف غادي نكتفيو بهذا القدر، اللهم بارك وزد في ذلك. وبلا ما نقيضوا خوكم شي وحدين، بلا ما يبقى يعيبوا في هاد التمر ولا في، حيت انا عارف ما يقرب رمضان مثلا ما بقى له والو، غتلقاو شي وحدين كيخرجوا يبقى يعيبوا في التمر الجزائري. علاش؟ غير هو عنده عقده مع على الجزائر، كيسحب له صافي راه اي حاجه عندها علاقه بالجزائر خصنا الله يهدي ما خلق. المهم على اي شكرا بزاف لكم اخوتي على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. وكنقولها ونعاودها، التمر الجزائري من احسن التمور اللي دقت في حياتي باش نكون صريح، مقارنه بالاثمنه ديالها، لان الحمد لله اي واحد يقدر يشريها. هادشي اللي كاين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإلا بغيتو بحال هكا نديرو فيديوهات ان شاء الله بحال هكا. مرحبا، السلام عليكم.